السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من حصص القراءة. نصنا اليوم بعنوان مسيرة متواصلة. إذا أهداف هذا الدرس هي صياغة فرضيات المعنى، قراءة النص الوظيفي، استخراج معلومات صريحة وضمنية، استثمار المعجم وفهم المقروء واستثماره. بداية نبدأ بالتوقع. نقوم بشرح عنوان النص مسيرة متواصلة. يمكننا القول بأن مسيرة المتواصلة توحي إلى السير المتواصل في مكان ما، كما توحي إلى مواصلة إحياء ذكرى المسيرة الخضراء. نحاول لحظة أن نعبر عن الصورتين ونربطهما بالعنوان لنتوقع أحداث ومضامين هذا النص. أحسنتم. ننتقل لحظة للطلاقة، أي قراءة الكلمات البصرية، النص المشترك ثم النص الوظيفي. بالنسبة للكلمات البصرية هي المرتبطة بنصنا الوظيفي، وهي اليوم، من، التي، الذي، لنا، عنها، فيها، إنه، به، نحن، ما زال، بكل، في. حاولوا إعادة قراءة هذه الكلمات البصرية وكتابتها في دفاتركم، كما وأيضا حاولوا توظيف كل كلمة في جملة مفيدة. ننتقل لحظة لنصنا المشترك وهو بعنوان المسيرة الخضراء. نحتفل بعيد المسيرة الخضراء، عيد الوحدة والنماء. في صحرائنا يتواصل البناء ويعم الخير والرخاء بفضل عزيمة الرجال والنساء والشباب في كل الأرجاء. إذا كما أشرت، فعنوان نصنا الوظيفي هو مسيرة متواصلة. سأقرأ النص الوظيفي، حاولوا إعادة قراءته قراءات فردية. قالت نوال: في هذا اليوم من 6 من نوفمبر تحل ذكرى المسيرة الخضراء التي حكى لنا عنها أبي وأمي وشارك فيها جدي. إنه الحدث العظيم الذي نحتفل به نحن الأطفال، وما زال الكبار يسترجعون ذكرياته بكل فخر. قال جدي: بالمسيرة استرجعنا صحراءنا. وقالت أمي: شاركت النساء بكثرة في المسيرة الخضراء. وقال أبي: واليوم نعيش في بلادنا نساء ورجالا مسيرات أخرى في كل المجالات. قلت: ستبقى ذكرى المسيرة الخضراء محفوظة في ذاكرتنا.
إذا سنحاول التعرف على معاني بعض الكلمات انطلاقا من استراتيجيات المعجم، كما سنحاول معرفة مضامين وأحداث هذا النص. ننتقل لحظة لاستراتيجيات المعجم. نبدأ ونحاول البحث عن عائلة كلمة حكى. عائلة الكلمة أي الاشتقاق، يمكننا أن نشتق منها كالكلمات التالية: يحكي، حكاية، محاكاة. يبحث عن عائلة كلمة تحل. ننتقل لحظة لشبكة المفردات. لدينا مفردة مسيرة. من بين المفردات المرتبطة بها والتي توجد في نصنا القرائي: فخر، اعتزاز، بناء، المسيرة الخضراء. بالنسبة لخريطة الكلمة نبحث عن نوع الكلمة، مرادفها، ضدها، ثم نقوم بتوظيفها في جملة. إذا الكلمة التي اخترتها هي كلمة استرجع. نوعها فعل، مرادفها استعاد، ضدها أعطى. توظيفها في جملة: اخترت الجملة التالية: استرجع أخي لعبته. حاولوا البحث عن خريطة كلمة عظيم، أي نوعها، مرادفها، ضدها، ثم قوموا بتوظيفها في جملة. ننتقل لحظة للصفة المضافة، أي أننا نضيف بعض الصفات لكلمة ما كي نركب جملا مفيدة. لدينا من الصفات المضافة الحدث. قد نقول الحدث العظيم، نصف الحدث بالعظيم أو نصفه بالجميل أو السعيد. إذا نقول الحدث العظيم، الحدث الجميل، الحدث السعيد. حاولوا البحث عن صفات أخرى يمكن إضافتها لكلمة الحدث. فيما يلي ننتقل للسؤال الموجود عندكم في كتبكم: أصلوا الكلمة بالشرح المناسب. فخر، هل هو استرجاع مناسبة أو كثرة الاعتزاز؟ ذكرى، أيضا نصلها بشرحها المناسب. ننتقل لحظة للفهم. إذا نحاول أن نجيب عن الأسئلة التالية: في أي يوم نحتفل بالمسيرة الخضراء؟ ماذا قال الجد عن المسيرة الخضراء؟ ماذا قالت الأم عن المسيرة الخضراء؟ وأيضا ماذا قال الأب؟ نعم، إذا نحتفل بذكرى المسيرة الخضراء في 6 من نوفمبر. قال الجد: بالمسيرة استرجعنا صحراءنا. قالت الأم: شاركت النساء بكثرة في المسيرة الخضراء. قال الأب: اليوم نعيش في بلادنا نساء ورجال مسيرات أخرى في كل المجالات. ننتقل لحظة لأسئلة التفكير. أفكر فاخترت الأسئلة التالية. السؤال الأول: ماذا تعرف أنت وأنت ماذا تعرفين عن المسيرة الخضراء؟ اذكر مسيرات أخرى يعيشها المغرب. لماذا قال الكاتب: ستبقى ذكرى المسيرة الخضراء محفوظة في ذاكرتنا؟ ما رأيك في حدث المسيرة الخضراء؟ ما رأيك في هذا الحدث؟ هل زرت مدينة من صحرائنا؟ ما اسمها؟ ننتقل لحظة للتحويل. نقوم بتحويل الجملة: يسترجعون الذكريات، أي هم يسترجعون الذكريات. نقوم بتحويلها مع الضمائر التالية: أنت، أنت، هما، نحن.
نعم، نقول: أنت تسترجع الذكريات، أنتِ تسترجعين الذكريات، هما يسترجعان الذكريات، نحن نسترجع الذكريات. حاولوا تحويل الجملة: نحتفل بالمسيرة الخضراء مع جميع الضمائر، أي أنا، أنت، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، نحن، هو، هي، هما، هم، هن. ننتقل للتمارين أنجز، وهي التالية: أحيط ما له علاقة بالفلاحة، الأشجار المثمرة، صناعة الزرابي، الري بالتنقيط، الملاعب الرياضية. السؤال الثاني: أذكر أسماء الأعياد الوطنية وأدون تواريخها. فيما يلي بعض الأعياد الوطنية وتواريخها. ننتقل لحظة لاستثمار، بحيث سنقوم ونحاول تلخيص هذا النص كما سنحاول إنتاج نص جديد. بالنسبة للتلخيص، يمكننا اعتماد عدة تلخيصات، من بينها: في اليوم 6 من نوفمبر تحل ذكرى المسيرة الخضراء التي حكى لنا عنها أبي وأمي، وشارك فيها جدي الذي قال: بالمسيرة استرجعنا صحراءنا. كما بيّنت أمي أن النساء شاركن فيها بكثرة، وأكد أبي على أننا نعيش مع مسيرات أخرى في كل المجالات. ننتقل لحظة لمحاولة إنتاج نص. إذن حاولوا إنتاج نص مشابه للنص الأصلي، وذلك انطلاقا من تغيير العناصر التالية: العنوان، الزمان، المكان، الشخصيات، والأحداث. فيما يلي لدينا مثال. المثال هو التالي: مثلا نختار العنوان: عيد الاستقلال، الزمان 18 نوفمبر، المكان المدرسة أو قاعة المحاضرة، مثلا إذا حضرتم محاضرة يتحدث فيها المحاضر أو الأستاذ عن عيد الاستقلال. الشخصيات: إذا تحدثتم عن المدرسة فبطبيعة الحال ستكون الشخصيات ضمن المدرسة، مثلا الأستاذ. إذا تحدثتم عنها ضمن المنزل فتكون شخصيات التي تكون في المنزل، مثلا الأب والأم. أيضا إذا تحدثتم عنها بأي طريقة وفي أي مكان، نختار له الشخصيات المناسبة، بحيث أن لكل مكان شخصيات موجودة فيه. ونفس الشيء بالنسبة للأحداث، يمكننا الاستعانة بأحداث المتواجدة في نصنا الوظيفي الأصلي، نحاول التغيير بعدها فقط، وذلك انطلاقا مما يناسب عنوان الجديد الذي اخترناه. هذا مجرد مثال، لكم حرية الاختيار، تختارون أي عنوان آخر وأي إنتاج آخر. وبهذا ننهي هذه الحصة، على أن نلتقي في البث المباشر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونتمنى أن يكون القادم أفضل إن شاء الله. إلى اللقاء.